صلينا على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. ألف صلاة عليك يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيب قلبي، أحلى اخوات في الدنيا. ربنا يبارك لي فيكم ويسترها معاكم يا رب. لايكات بقى واشتراكات كده وتشيروا لي الفيديو بتاعي، عشان لايكات بس يا جماعة، مش أكتر، مش عايزة أكتر من لايك، عشان الفيديو يشاف شوية، الناس تشوفه يعني، والناس اليوتيوب يطرحوا للناس يعني. لايك هو اللي بخليه يطرح، انت تشوفيه وغيرك يشوفه وكده يعني، عشان تشوفوا كل جديد يعني معايا. روتونات الفلاحي، روتونات مشجعة، روتونات كل حاجة، روتونات حلوة. ماشي. واشكر كل اللي حط لي فيديو على المنتدى، واشكر كل اللي خش اشترك لي في قناتي، قديم جديد، على دماغي من فوق. انتوا معايا على القناة كده على دماغي، ما تحرمش منكم ابدا، ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم. امبارح كنت تعبانة، ما كنتش قادرة انزل لكم فيديوهات خالص، نزلت مقطع صغير كده. اختي حبيبتي معلقالي بتقول لي ما كلمتش ليه، عشان بنحب صوتك يعني، وكده بنحب ان انت تتكلمي يعني. بصراحه ما كنتش قادره، قلت انزل اي مقطع كده هوت، عشان كمان اتعودت عايزه انزل لكم كل يوم فيديو يعني، وانا موعداكم ان انزل لكم كل يوم فيديو. مش عايزه اقطع الوعد ده بجد يعني، ما بحبش اقول كلمه وارجع فيها. بحب اقول كلمه، مثلا انا هعمل كذا يبقى هعمل كذا، مش مثلا هعمل وما اعملش او كده. ببقى قد كلمتي يعني، فاهمني؟ لازم ابقى قد كلمتي، علشان انا اتعودت على كده، ما احبش اكتر يعني، ما احبش اعمل اقل من كده يعني. حتى لو هنزل صوره، حتى لازم انزل اي حاجه لكم لازم. بس بصراحه انا امبارح كنت تعبانه قوي يا جماعه، ادعوا لي يا جماعه ربنا يشفيني يا جماعه، والله العظيم كنت تعبانه جدا جدا، ما كنتش قادره خالص اقوم ولا اتكلم ولا اي حاجه. يلا الحمد لله، الحمد لله على ما جايب ربنا. كل ربنا يجيبه حلو، وربنا يبارك لي فيكم يا رب، ويسترها معاكم دنيا واخره، اللي ولادكم تنجح كده، وربنا يبارك لكم فيهم ويسترها معاهم دنيا واخره يا رب. خلاص الروتين بتاعنا اهوت. دي روتين منشط كده على الصبح كده بدري كده يعني، تقومي بدري تعرفي حوالك، تشوفي بقى فطارك كده يعني، تشوفي حالك، الدنيا تمشي يعني. يلا الحمد لله، ربنا يدينا الصحة يا رب، ونقدر نعمل كل حاجة الحمد لله، فضل من عند ربنا يا رب. نحمد ربنا ونشكره. شوية بقى برنجانة. دي بقى لزوم الدايت يا جماعة، شوية برنجانة. وعملت طبق سلطة حلو كده، وبيضة. انا ما كانش بصراحة عندي الا بيضة واحدة، انا ممكن يعني تعملوا بيضتين، لو عايزين تعملوا بيضتين اعملوا بيضتين، بيضة او بيضتين. وبقى تشوي برنجانة، طبق فول حلو كده، زي كده حبيبتي، وتظبط الدنيا يعني. انا عملت الفطار لو عبد الحكيم، لان كان زمان قايل لكم كده، الدكتور قال له لازم تخسي يعني وكده، وكان عاطله علاج يعني للخسسان، عشان رجليه تعبانه وفيها خشونه فظيعه. ورحت بقى سبته يفطر، ورحت اعلف الطيور بتاعتي بقى. ما قدرتش ان انا اسيبهم جعانين يعني، ودي جعان عايز يفطر ودول عايزين يفطروا، وقلت اجهز الفطار احط له، وبعدين اروح بقى للطيور يعني. يلا الحمد لله، ربنا يدينا الصحه ونقدر نعمل كل حاجه يا جماعه، الحمد لله رضا. هكنس تحتهم، لان كان تحتهم وحش جدا، لازم قطع طماطم كده يعدي يعمل لنا مهرجان كل يوم. آه، الساعه بتاع الصبحيه دي يا جماعه، بيبقى بقى ام رحيم عايزه تودي العيال الحضانه، الحيوان عايز يتعلف ويتكنس تحته، المواش عايزه تاكل وتتحلب، الفطار عايز يتجهز. ساعه الصبحيه دي بقى كلها شغل بصراحه يعني. ربنا يعيننا ويقوينا كده يا رب. برسق بقى نفسي كده شغله ورا شغله كده يعني، عشان يعني هو الحيوان جعان، احنا جعانين. المواشي جعانه، كل الدنيا شغل، يقوم جاي مكردك كله فوق الدماغ. بس الحمد لله. تحط بقى نفسك في الشغل كده، وان شاء الله ربنا يعينك ويقويك ويبارك لك يا رب في صحتك وعافيتك يا رب. الطيور بتاعتنا ما شاء الله، بتاع البط دهوت، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه يا رب. حلو قوي النوع ده، حلو قوي. كل يوم عن يوم بيزيد، كل يوم عن يوم بيزيد. يعني هو البلدي حلو في الاكل وكل حاجه، بس بغيب على ما بيكبر يعني. لكن اللي هو البيور ده ما شاء الله يعني، ربنا يبارك فيه يعني.
البطاطين دول كنت مرهم لكم كانوا اكبر يعني من خلصت الطيور بتاعتنا ورحت بقى عشان اشوي السمك. كان رحيم قاعد مكلضم كده، بقول له انت قاعد مكلضم ليه كده؟ دي رحيم وقرب الكاميرا عليا يضحك بقى. اديت التليفون لرحيم يصورني المقطع ده، قلب لي التليفون. يعني انت لما تيجوا تتفرجوا على المقطع دوت تقوموا قلبين التليفون الناحيه التانية عشان تشوفوني حلو، فاهمين؟ انا كده مقلوبه. جايبني بالشقلوب. يعني جيت احاول ان انا اقلب المقطع ده في التليفون ذات نفسه كده، ما لقيتش فيه اللي هو اللي انا اقلبه يعني. سيبته بقى زي ما هو بقى. ما تيجوا تتفرجوا لو انتوا وصلتوا يعني للمقطع ده بتاع شاي السمك ده، بيقلبوا التليفون. كانت تم سامح في بلقاس، وقلت لها هات لنا شبار، جابت لنا شبار صغير، جابت لنا ولها يعني. خدتهم شويتهم الاتنين لنا وليه، ولعت الفرن وشويتهم. و شاي السمك في الفرن دي يا جماعة بصراحة ما بيعلاش عليه. التاني حلو وكل حاجة اللي هو الغاز، بس بيبقى هو رياحة ومش بتتعفري ومش بتهبطي ولا أي حاجة. بس ده هو شاي السمك بصراحة حاجة تانية خالص يعني. كل حاجة فيه حلوة، الخبيز حلو فيه، شاي السمك حلو فيه، القراميط برضو، الصحافة، كل حاجة حلوة في الفرن القش ده. بصراحة يعني له لذية في الأكل كده، وله طعم تاني في الأكل غير التاني بصراحة، فاهمني؟ بس أهم حاجة تعلي الشعل عشان مثلا السمك ما يشعوطش منك، ما يتحرقش منك، ما ينشفش منك. اما تعلي عليه الشعل ما ينشفش. اما بتعلي الشعل معاكي ما بينشفش معاكي زي ما كنت بتعلي البوتاجاز يعني وكده، بتعلي الفرن يعني بتاع الغاز. لكن دي بقى آه، تبع ايدك انت وتبع شغلك انت، فاهماني؟ يلا ربنا يعيننا ويقوينا يا رب ويدينا الصحة، والحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. هو الفرن اللي بس عشان مثلا بوفر مثلا الغاز، لأن الغاز غالي. بتوفري مثلا الفرن برضو التاني كتر الشي فيه بيصد وبوظ، غير ما يكون مثلا زي الفرن ده كده يعني. بيبقى هي دي سنة الحياة يا جماعة. وربنا يعيننا ويقوينا على كل شيء، وربنا يعينكم ويقويكم يا رب على أولادكم ويرزقكم، يرزقكم برزقهم يا رب، ويبارك لكم فيهم ويسترها معاكم دنيا وآخرة. ربنا يبارك فيك يا ام اسلام ويخليك لي يا رب، ما تحرمش منك ابدا، ولا من تعليقاتك الحلوه ليت اللي بتشجعني، ولا من دعاك الحلو دي يا حبيبه قلبي. انت فين يا عمري؟ ربنا يبارك فيك يا رب، وادعوا لي يا جماعه على ربنا يشفيها يا رب ويعافيها ويهدي لها اولادها يا رب بحق جهنم، ويسترها معاها دنيا واخره، ويسترها معاكم كلكم يا رب، ويشفيكم ويعافيكم ويهدي لكم ولادكم ويبارك لكم فيهم ويطولوا في عمركم. احلى اخوات والله العظيم، بجد احلى اخوات. ربنا يعزكم يا رب كده ويحبب فيكم خلقه زي ما انا بحبكم كده يا رب، بجد يعني. مش عارفه انتوا بتحبوني زي ما انا بحبكم ولا ايه؟ ما ربنا يطول لي في عمركم كده وتفضلوا معايا كده على القناه مشرفيني كده ومنوريني يا رب كده يا رب. خلصت بقى شاي اهوت، ورحت بقى لقيت حد عندنا يعني. عملنا بقى طبق السلطه الحلو بتاعنا الجميل ده، وكان عندنا كانوا جايبين زيتون من بلقاس، نص كيلو يعني، مش جايبين جديد يعني، هو نص كيلو زيتون. مش بقول لكم على حاجه. والسمك دي كان صغير كده بس كان طعمه تحفه، كان جميل بجد يعني، حلو 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 يعني. وست ملقنت. وعملنا ايه تاني يا ربي؟ عملنا ايه تاني؟ وحطيت الاكل بقى قدام منهم، وما عرفتش اصور والاكل محطوط على الطبليه بتاعتنا الحلوه الجميله. قفلت بقى عشان مش هينفع اصور والناس قاعده يعني. لقطه صغيره كده وانا طالعه بسيطه خالص في الاخر. ولايك بقى واشتراك كده وتشيروا لي الفيديو بتاعه، وما تحرمش منكم ابدا، وربنا يطول لي في عمركم. دي اللقطه اللي بقول لكم عليها. وكان جايبين بقى فاكهه، كانوا جايبين لنا فاكهه بقى وهم جايين بقى، قلت بقى اجازه في الطبق. مش عارفه بتوع الخرده وبتوع الطماطم حاطين في نقرهم ليه. قلت بقى جهز الفاكهه دهيت بعد الاكل بقى نحطها نحل وكده يعني. بس على مين خدت صابع قبل ما هم ياخدوا يعني، وكل الحاجات دي.
يلا ربنا يبارك فيكم يا رب ويسترها معاكم، ما تحرمش منكم ابدا، ولايكاتكم واشتراكاتكم يا جماعه. اللايك يا جماعه، اللايك، والفيديو سريع وخفيف اهوت، مش واخد حاجه يعني تستفادوا يا رب، تستفادوا باي حاجه يعني، ما تحرمش منكم ابدا، وربنا يبارك لي فيكم يا رب. اسيبكم في رعايه الله. السلام السلام.